مرة أخرى يؤكد المغرب موقعه الريادي في قطاع صناعة السيارات، فبفضل رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبحت المملكة رائدة على المستوى القاري وقاعدة عالمية لصناعة السيارات. واليوم يترأس جلالة الملك حفظه الله حفل تقديم نموذج سيارة أول مصنع مغربي، شركة نيو موتورز، التي قامت بإحداث وحدة صناعية بعين عودة جهة الرباط سد القنيطرة لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير. ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية 27 ألف وحدة بنسبة إدماج محلي تصل إلى 65%. وينتظر أن يبلغ الاستثمار الإجمالي في هذا المشروع 156 مليون درهم، مع إمكانية إحداث 580 منصب شغل. وكانت الوكالة الوطنية للسلامات الطرقية قد منحت في فبراير 2023 المصادقة النهائية للمركبة الأولى، وأشرفت المقاولة على إطلاق السلسلة الأولية للإنتاج. وتعتزم تدشين هذه الوحدة الصناعية خلال شهر يونيو المقبل وإطلاق عملية تسويق. وتشرف على هذا المشروع الذي يعد إذانا بميلاد أول علامة سيارة مغربية للعموم كفاءات وطنية، ويعتمد خصوصا على منظومة محلية لتجهيز السيارات تطورها المملكة. نموذج سيارة أول مصنع مغربي قام بتطويرها مغربي، مشروع مبتكر من شأنه تعزيز علامة صنع في المغرب وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات. ويؤكد تقديم سيارة شركة نيو موتورز، وهي شركة برؤوس أموال مغربية، إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله لتشجيع المبادرات المقاولاتية الوطنية. وبهذه المناسبة وشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد نسيم بالخياط، المؤسس المدير لشركة نيو موتورز، بوسام الكفاءة الفكرية. وفيما يتعلق بالنموذج الأولي لمركبة الهيدروجين لشركة نامكس، فقد تم تصميمه بشراكة مع المكتب الإيطالي المرموق للتصميم والمتخصص في هياكل السيارات بينين فارينا. وقد تم إبداع التصميم الداخلي للمركبة من طرف كفاءات مغربية، وسيتم تزويد نموذج مركبة الهيدروجين النفعية بالهيدروجين بواسطة خزان مركزي سيتم تعزيزه ب6 كبسولات قابلة للإزالة، مما سيمكن من تأمين قدرة مهمة للبطارية وتسهيل شحن الهيدروجين في بضع دقائق. ويضع هذا المشروع الرائد المغرب في صلب الدينامية المتجددة على المستوى العالمي، الرامية إلى تطوير أشكال جديدة للنقل تجمع بين النجاعة واحترام البيئة. وتنسجم هاتان المبادرتان الصناعيتان تمام الانسجام مع التعليمات الملكية السامية الرامية إلى توجيه القطاع الخاص نحو الاستثمار المنتج، لا سيما في القطاعات المتطورة والمستقبلية، وتحفيز بإطلاق جيل جديد من المقاولات في المملكة. كما يكرس هذان المشروعان الرؤية المستنيرة لجلالة الملك بخصوص التنمية المستدامة وتعزيز الطاقات المتجددة، لا سيما في قطاع الهيدروجين الأخضر الواعد. وتجسد هذه البادرة الريادة التي أصبح يتميز بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في مجال صناعة السيارات واستقطابه الاستثمارات الوطنية والدولية، مما يعزز مكانة المغرب على الصعيد القاري والدولي. وبهذه المناسبة كذلك وشح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله السيد فوزي نجاح، المؤسس المدير لشركة نامكس، بوسام الكفاءة الفكرية. جرى هذا الحفل بحضور وزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور.